كل سنة وانتوا طيبين، عيد فطر مبارك. محتارة تعملي أكلات ايه في العيد؟ وفي نفس الوقت مضغوطين في ترويق وتنظيف العيد. تعالى اقولك ازاي تعملي كذا صنف وتملي سفرتك في اقل من ساعتين. يلا نبدأ بسم الله. منيو العيد بتاعنا عبارة عن محشي كوسة، محشي بتنجان، محشي فلفل، محشي خس، فرخة محشية، وبطة مسلوقة ومحمرة، وممبار محشي. أول حاجة هنعمل خلطة الفرخة المحشية. هحط طاسة على النار فيها شوية زيت، هنزل بالبصلاية متقطعة قطع صغيرة وكبدة الفراخ متقطعة قطع صغيرة عليها، وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي، عبارة عن معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، وقرفة، وزنجبيل، وبهارات فراخ، وبابريكا، وربع معلقة كركم صغيرة. وبعدين هنزل فوقها بالرز. الرز انا عملت حوالي نص كوبايه صغيره كده، لان الفرخه بتاعتي ما كانتش كبيره قوي، طبعا هي فرخه بلدي محشيه. هبدا بقى ان انا انزل بالرز فوق البصله والكبد اللي انا شوحتها دي، واشوحهم كلهم مع بعض كده، ادوهم تشويحه مع بعض بالبهارات، يتغلفوا كلهم ويطعموا بطعم البهارات. اسيبهم كده دقيقه ياخدوا تشويحه مع بعض، وبعدين هنزل بالميه، الميه تكون سخنه، واسيبه بقى على نار عالية لحد لما يتشرب كل المية، وبعدين ههدى عليه النار خالص لحد ما يستوي مع نفسه كده. هنا خلاص كان قرب يدخل في السوا، وهدى عليه النار خالص. هنبدأ بقى ان احنا نجهز ونحضر لتسبيكة المحشي. هحط في الكبة بصلتين كبار، معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، ومعلقة بهارات محشي، واديهم فرمة في الكبة. والخضرة بتاعتي هغسلها كويس وانقعها عشان لو فيها اي رمل، حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة. وكمان هحضر الطماطم على قد كمية المحشي اللي انا هعملها، وكمان كمية الرز على قد كمية المحشي اللي انا هعملها، وهعمل حساب كمان الممبار لاني هحشي الممبار من نفس خلطة المحشي. خلطة الفرخة المحشية استوت معايا، هبدأ بقى ان انا اجيب الفرخة بتاعتي واحشيها معاكم. هجيب الفرخة بتاعتي بقى بعد ما غسلتها كويس بملح وليمون وشوية طحينة كده عشان تشيل اي زفرة منها. واجيب بقى الرز بعد ما استوى، هبدأ بقى ان انا احشي جوه الفرخة القلب بتاعها، املاه كله رز، وكمان هحشي بين الجلد واللحم، بس من غير ما احط كمية رز كبيرة في الفرخة عشان ما تفرقعش معايا لما اجي اسلقها. وبعدين هلفها في ورق فويل كويس قوي عشان لما اجي اسلقها الرز ما يخرجش ولا تفرقع مني. نسيبها بقى على جنب، وبعدين نحضر تسبيكة المحشي. هنحط حلة على النار فيها شوية زيت، بس الحلة دي انا كنت محمرة فيها قطع لحمة كده مديها تشويحة، هزود عليها شوية زيت مع البهاريز اللي نزلت من اللحمة، واعمل فيها التسبيكة بتاعة المحشي عادة، تدي طعم حلو قوي كمان للمحشي. وبعدين هقطع فلفلتين حمر كبار كده مع فلفلايه خضرا صغيره، هقطعهم قطع صغيره وانزل بيهم مع البصل اللي عملته في الكب، واديهم تشويحه كده مع بعض لحد ما يتبلوا. وبعدين هنزل عليهم بالطماطم، عصير طماطم بقى على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هنزل بشفشقين طماطم كبار زي ما انتوا شايفين كده. بحب الطماطم كتير في المحشي، بتديني طعم ولون حلو، وخاصه ان انا هعمل بالخلطه دي كل المحشي بتاعي وكمان الممبار. هسيبها بقى على النار لحد ما تتسبك معايا. بصوا ما شاء الله الصلصه حمرا وجميله. وبعدين هحط بقى الرز على الخضره على الصلصه بتاعتي واقلبهم كويس قوي، وابدا احشي. هبدا ان انا احشي الكوسه والفلفل والبتنجان، واسيب محشي الخس للاخر. هحشي الكوسه والفلفل واسيبهم على جنب، وبعدين هحشي البتنجان لان هو اللي هيكون في ارضيه الحله وفوق الكوسه والفلفل، لان لو حطيت الكوسه تحت مش هتستوي، هتتحرق معايا. فالبتنجان القشره بتاعته بتكون ناشفه شويه، فهو اللي بيتحط في ارضيه الحله عندي. هبدا بقى ان انا احشي كل الكميه بتاعتي، وانا بحشي البتنجان او الكوسه مملوش قوي للاخر عشان يكون في مساحه ان هو يستوي. لو مليته بالرز قوي هيطلع معايا مش مستوي، الرز اللي فيه مش مستوي هو نفسه مجلد. هحشي كل البتنجان بتاعي واحطه في ارضيه الحله كده، وبعدين هحطه فوق الكوسه والفلفل. الفلفل طبعا بيديني ريحه حلوه قوي للمحشي، وخاصه لما يكون مشكل زي كده. هبدا بقى ان انا ارصه كله فوق بعضه كده، وبنفس الخلطه هبدا ان انا احشي الممبار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. الممبار برضو يكون متهوي معايا مش مضغوط قوي رز، عشان لو ضغطته قوي بالرز برضو هيطلع معايا مش مستوي. بصوا بيتحشي ازاي. ببدا ان انا املاه رز، وبعدين اضغط عليه ضغطه كده بحيث ان هو ما يكونش فيه اي تكتلات من الرز. وهعمل كل الكميه بنفس الطريقه. اللهم بارك، كنت عامله كيلو. هحط حله على النار فيها شويه ميه، معلقه ملح، شويه فلفل اسود، وورق لورا. واول ما يغلوا على النار هبدا ان انا انزل بالممبار بتاعي، اسيبهم بقى يغلوا، وبعدين ارجع لمحشي الخس بتاعي. احشي محشي الخس، هعمله بقى سواء مثلثات او محشي طويل عادي. محشي الخس ما بياخدش وقت معايا. الورق بس هغسله كويس، هجيب الخس اشيل منه الورق، اغسله كويس واسيبه ينشف، واول لما يدبل وينشف معايا هبدا ان انا احشيه. خلصت كل الكميه بتاعتي. الميه بتغلي بتاعه الممبار، هبدا ان انا انزل بالممبار كده، اسمي بسم الله، وابدا انزل واحد واحد كده. اول طبعا لما ينزل في الميه هلاقيه كده بدا ان هو يكمش، هبدا انزل بكل كميه واديها تقليبه واسيبها على النار ياخد بس غلوه، وبعدين ههدي عليه النار خالص عشان ما يفرقعش معايا. اقل من نص ساعه، حوالي تلت ساعه، يكون الممبار بتاعي اتسلق وجاهز معايا. هحط حله على النار فيها شويه ميه، وهنزل بطماطم وبصل
وورق لورا وحبهان وفلفل اسود ومعلقه ملح كبيره. واول لما الميه تغلي معانا هبدا ان انا انزل بالبطه، وبعدين هنزل بالفرخه المحشيه اللي انا غلفتها بورق الفويل. طبعا الفرخه مش هتاخد سوا كتير، يعني بعد تلت ساعه كده او ربع ساعه هبدا ان انا اشيلها واسيب البطه لحد ما تكمل سواها. هاخد بقى من الشوربه دي واحطها على المحشي. المحشي ما احطش عليه شوربه كتير، يكون يا دوب مغطي السطر اللي قبل الاخير فيه عشان ما يعجنش معايا. هحطه على نار عاليه. اول لما يتشرب بالشوربه هدي على النار خالص لحد ما يستوي. هعمل شويه لسان عصفور جنبهم. هبدا ان انا احمر لسان العصفور الاول في معلقه سمنه بلدي او زبده او زيت، وبعدين هنزل اول لما يتحمر بكوبايه شوربه كده ياخدوا غلوه مع لسان العصفور، وبعدين هنزل بباقي كميه الشوربه اللي انا عاوزاها. الشوربه طبعا فيها ملح، ممكن ازود بس نص مكعب مرقه، اختياري يعني. الفرخه والبطه والممبار طبعا كانوا استووا معايا. هبدا ان انا اطلعهم كده في طبق عشان ما يتهروش معايا في الشوربه. والمحشي كمان اللهم بارك كان استوى. ودي كانت سفرة العيد بتاعتنا بعد ما كل الاكل جاهز، ما خدش غير ساعتين. اتمنى تجربوا الوصفات دي وتقولوا رايكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك.